ادخل اسلم عليه، كيف الحال شو اخبارك؟ قال الحمد لله. قلت اشوف الزنجبيل شوي عنده. قلت غريبه ليش زنجبيل شوي؟ طيب طبعا بلهجتهم ما راح اتكلم زي بس اعلمك ايش صار. فقلت له ليش شوي؟ قال كل نفر كويتي يجي يشيل نص كيلو نص كيلو. اول مره غريب ليش؟ قلت عشان يمكن تكلمنا عن الزنجبيل فصار في مبيعات. الله يستر ارتفع سعره. الله يستر. يعني مثل هذه المواضيع اللي قاعد يطرحونها الناس، اكيد ايضا هناك بعض المشاكل يمكن انت واجهتها مع بعض الشخصيات يمكن اللي لجأت لها وطلبوك في البيت وطلبوك في الاسم. نعم. الامراض الشائعه ويمكن اللي يتجهون الى العلاج الانعكاسي ما هي؟ قبل الامراض هو اصلا وقايه، نعيدها مره ثانيه، لازم يحرص عليها الطيب قبل المريض. هذا نقطه. النقطه الثانيه، اي مشكله في جسمك لما يكون عندي نقاط، عشان اختصرها، لما يكون عندك نقاط جسمك كلها في اليد سبحان الله ولا كلها في القدم، هل في مرض واحد نقدر نقول نبعده؟ ما في، كل الامراض لها علاقه بعد تقدير الله طبعا انه على كل شيء قدير. بس نبغى اول شيء الايمان انه على كل شيء قدير، وانا قاعد اني مؤمن بهذا الشيء. ثاني شيء الصدقه مثل ما علمناهم دائما، اللي هو الاطعام، تسقي شجره، توكل. صدقه جاريه هي خلاص. لا في طرق سهله. انا يعني بالنسبه احنا نفرضها الفرضيه الاقل، واحد فقير ما عنده، صب ماء للشجره، وكل نمله، وكل طير، وكل قطو، احنا نوكلهم او نسقي الشجر. يمكن الشجر زين البيت، النمل والله يمكن في البيت صح الضار يقتل مو مشكله، بس اللي خارج ما نجيه. القطو نوكله رحمه فيه. نية صدقة تختلف عن شوف سبحان الله بالنية، وتدعي ما تشاء. وأفضل طريقة حتى في الصدقة، مثلا نفرض أن الإنسان هذا مبتلى بجن أو مبتلى من عين شخص أو مبتلى من سحر، وهو يطعم الصدقة يقول اللهم هذه الصدقة عن، إذا كان يعرف الشخص نفسه، اللهم هذه الصدقة عن فلان، اللهم ادفع بلاء عني. وإذا كان ما يعرف يقول اللهم هذه الصدقة عن كل مخلوقاتك اللي ضرتني، مثلا اللهم ادفع بلاء عني. كلمة اللهم ادفع بلاء عني هذه سبحان الله سوت مفعول غير طبيعي. طيب الصداع النصفي او الشقيقه مثل ما يسمونه، هل هناك له علاج؟ اول شيء نتكلم عن ليش الدكتور قال شقيقه. احنا اعتبنا على قليل من الاطباء عشان ما يزعلون، من يوم يجي المريض لازم يطلع المريض في بلاء ما يعرف، لازم يقول فيك شيء ولا كذا هو شهادته ما تصلح. طيب فيقول لك يا شقيقه جتني حاله قبل امس يمكن على البيبي بعد، وقالت لي بنت يعني قالت انا عندي كذا كذا كذا، وقالوا لي شقيقه. قلت طيب اضغطي كذا، اضغطي بالكتابه، تخيل اضغطي المنطقه اللي في الابهام، اضغطي في كذا، اضغطي في كذا، راح الوجع. قالت الالم اختفى. قلت طيب وين الشقيقه اللي يقول؟ قالت ما ادري. قلت خلاص معناتها ان في اخطاء من الاطباء زي القولون، جاء واحد والله جاء زي الاخ اللي تو المفروض انه تلبك معوي، صحيح، وبكتيريا بسيطه من دخان من شيشه من شيء، فصارت قاعده البكتيريا في هالمنطقه. طبعا احنا المفروض من السنه ان كل شهر ننظف المعده الله يكرمكم، سواء في وقت البرد بالاخراج، وقت الصيف من فوق بالاصبع، سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فالبكتيريا هذه باقيه فيه. فالدكتور شاف انه انتفخ عنده والله تعب واعراض انه قولون. انا كلمه اعراض هذه تقهرني والله. شاف عنده اعراض الشيء قال عندك كذا، المريض وش يشوف ان عنده دكتور والله قال لي كذا، خلاص يقتنع انه في قولون، فبديهيا بيصير يعصب يحسب ان القولون بينتفخ. طيب بس راح ارجع حق الشقيقه، ولكن عندنا اتصال من شهد. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حيا الله خيتي شهد. لو سمحت انا تعبانه بالمعده. ايه ومعي الم قوي حيل، يعني حاولت بجميع الحبوب والعلاجات بس ما قدرت. الم؟ ما اشتهي الاكل نهائي. الم ولا الم فقط في المعده؟ الم ولوعه كبد تحت القفص الصدري هنا؟ ايه على طول يعني المنطقه هذه اللي في النص؟ ايوه. اللهم صل على ابن محمد. بس اني ما اشتهي الاكل نهائي. ما تاكلين؟ نهائي. يعني ما تشتهين الاكل بنفس الوقت الم في المعده؟ ايوه. في حموضه حرقان؟ ايه. عندك بطن القدم عندك دايم عولت صح؟ ايوه. وظهرت من ورا بالنص؟ ايه. واسفل الظهر؟ واسفل الظهر. عندك الحلق دايم يتعبك؟ لا قليل. بحه في الصوت؟ لا. كحه مثلا؟ قليل. طيب شفتي رد منطقه الابهام في القدم، اصبع الابهام؟ ايش فيه؟ تحت الابهام المنطقه المائله هذه يجي فيها الم؟ ماني متاكد. طيب احنا قلنا الاعراض هذه المشكله ان شاء الله سهله، ومثل الاخت اللي قبل شوي ان شاء الله تحطين رقمك عند الكنترول وان شاء الله افيدك، لان ما في وقت في البرنامج بس افيدك مباشر ان شاء الله. وصل خيتي؟ بس تفسر يعني انا شلون اذا يعني هي تروح احيانا. شلون؟ يعني احيانا يخف الالم. انا شفت الكلام اللي قلناه تو في الاكل وقلناه في الشمع وقلناه في المشي حافي كلها ما تسوينها انت عشان اختصر لك.
صح؟ صح اي العسل ما تعرفينه مستحيل، الرمان ما تاكلينه. صح. ها يعني انا قاعد ليش انا ابغى اكسب وقت البرنامج لت، وبنفس الوقت انا ان شاء الله حفيدك مباشره. ان شاء الله باذن الله اختي، وباذن الله راح يتواصل وياك استاذ ابو تميم ويتواصل وياك دائما ابدا. انا قاعد اقنعها، قاعد اعلمها كل شيء، كل شوي اعلمها انه في شيء كذا وفي شيء كذا، وقالت صح. عندنا ابو عمر، يعطيك العافيه ابو عمر. الله يعافيك. مساك الله بالخير ويا هلا ومرحبا. الله بالنور. تفضل طال عمرك. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله. ابو عمر لحظه بس بسالك، في وجع في الالم في القدمين ولا تحت ولا لا؟ لا والله ما في. القدمين كلها سليمه؟ الحمد لله. ولا حراره ولا شيء؟ لا. طيب تفضل، معناتها 90% صحته زينه ما عليك. طال عمرك انا عندي خشونه برقبه. في الرقبه؟ اي نعم. والله يعني كذا دكتور يعني زرته، واحد قال لي فيك خشونه، واحد قال لي فيك ديسك. شفت؟ ما ادري شنو، بس الالام انه في شد عضلي بالاكتاف ورقبه. طيب في الاشعه طلع في خشونه؟ شلون؟ في الاشعه شفت شيء قالوا لك هذه خشونه؟ ايه قالوا لي ديسك خفيف. يعني شفت الاشعه قال لك وراك في الاشعه ان هذا ديسك ولا اعراض؟ لا قال لي فيك ديسك خفيف مو مثل الاعصاب. يعني وراك الصوره؟ اي نعم الرقبه. ممتاز. طيب انت نرجع للاخطاء مره ثانيه، انت تسبح مويه حاره صح؟ اي نعم. دائما مويه حار، شوف ياكد لنا. انت مقابل الكمبيوتر دايم؟ والله احيانا. انت عندك جلستك دايم زي جلستي الحين، مايل شوي، ما تسمت ظهرك. اي نعم. اللهم صل على ابن محمد. مخدك دايم كبيره؟ لا كانت كبيره بس الحين عدلت. المهم الخطا من اول يعني. يدك دايم تنام تحط يدك تحت راسك؟ اي تقريبا احيانا. تقريبا. طيب ان شاء الله نتواصل. تامر امر، خلى رقمك ان شاء الله ابو عمر، وباذن الله راح نعطيه حق ابو تميم، وابو تميم ان شاء الله ما راح يقصر مع الكل. ابو تميم في نهايه هذا الحوار لان الوقت وصل للنهايه، شنو حاب تقول لكل المشاهدين ونصيحه؟ حاب اقول واهم شيء طبعا انا كشاب سعودي او كشاب قطري او كشاب كويتي او كشاب خليجي او اي شاب عربي، دائما اي شيء تهواه استمر عليه مهما صارت الظروف قدامك. لو كل الناس قالوا عيب، انا اول ما بديت طبعا كانوا في ناس مقربين لي طبعا غير والدينا، والدينا الحمد لله ما هو من المجتمع هذا، انت فشلتنا وكيف تدلك رجول وكيف الان يدورونك تكفى عالجنا. صحيح. فاي شيء انت تشوف انه حلال وشغله صح، نجار سباك اي شيء في بالك تكلمنا فيها، انطلق فيه على طول. صحيح. ما يحتاج لا تشاور احد، اهم شيء والديك راضين بعد الله، وحتى لو فيه رفض، اذا رافض على سبب شرعي او شيء حرام مو مشكله، بس رافض على عادات وتقاليد ما عليك، توكل على الله. انا يمكن اكد كلامك 100% واقول يا جماعه الخير اللي عنده الموهبه وعنده هذا الميول للشيء المعين اللي ذكره ابو تميم خلوه يتوكل على الله، ما له داعي نطالع والله غيره من الناس وباكر ينقدون علينا ويقولون ولدنا والله دش في هذا المجال، ودش في هذا المجال لخدمه الناس وخدمه المجتمع سواء في المنطقه اللي هو فيها والعالم العربي. ثاني بعد بالضبط. تفضل. نتمنى من المسؤولين دائما اي مواهب زي كذا، حتى البنت اللي تقصد ما شاء الله الله يبارك لها، اي موهبه حاولوا تصيرون يعني كحكومات او كمسؤولين بدعمها مهما كان. يعني احنا نتمنى الحين مثلا عبد العزيز قاعد يعالج الناس في بيوت وكذا، ودي يكون عندي مركز يكون المركز هذا مو مشكله، نفرض ان عبد العزيز ما يعالج بس مشرف عليه، اعرف ان هذا المدلك يصلح، هذا مدلك مو زين، والله كل واحد وهوايته. قريب يا ابو تميم باذن الله بمحبه الناس ودعواهم لك، ما تدري رب العالمين شنو كانت تباشر. انا صراحه تشرفت في لقائي معاك. انا لي الشرف والله. المعالج عبد العزيز المعيوف التميمي معالج بالعلاج الانعكاسي، وشكرا جزيلا لك على التواجد، ونتمنى بان تعود الكره وتكون معنا في هذا البرنامج. لي الشرف ان شاء الله يا تاج راسي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على هذا التواصل الطيب، وباذن الله نوعدكم بان تكون هناك حلقات قادمه وبقوه لاجل عيونكم، واللي تبونه تراه راح يصير في برنامجكم وبرنامجنا. رايكم شباب؟ على الخير والمحبه التقينا، يا على الخير والمحبه نودعكم، نلقاكم باشر باذن الله. حافظكم الله، مع السلامه.